معوضة من زمن بغيض، معوضة من زمن الحرب العراقية الإيرانية. معوضة اليوم هي الحذر واجب. لنبدأ بهذه الرواية. المهندس خالد صالح بوحمرة كان أخير مدير مصفاة أتى لمصفاة شعيبة، الله يرحمها، ألغوها. كان يمتاز بعلمه، تخرج من جامعة كولورادو سكول اوف ماينز، مهندس كيماوي، كولورادو سكول اوف ماينز من خيرة الجامعات الأمريكية في الهندسة الكيماوية. كان ذو ابتسامة دائمة، عمرك ما تشوف خالد مقلدم، مبتسم دائما. كان خالد ذو قلب واسع للجميع، يسمع الشكوى، مكتب مفتوح. وكان بعد كل ذلك رجل حقاني موضوعي، وحكمه على الأمور حكم مجرد موضوعي لا يشوبه أي عنصر شخصي. أحبوه جميع من عمل معه، أحبه كل من عمل في مصفاة الشعيبة أثناء توليه إدارتها. وهو كان هناك شخص آخر اسمه سهم الناصر. سهم الناصر شاب عراقي خريج هندسة كيماوية، أراد أن يعمل في المصفاة، وكان في ذلك الوقت يتم تعيين المهندسين العرب النجيبين، ويتدرب ويتطور ويتعلم بالمصفاة، ومن ثم يذهب إلى العالم الغربي يرتزق هناك. كثير منهم لن أذكر أسماء. سهم ناصر كان يحب خالد بوحمرة، وخالد ويجمعهم الروح الدينية. سهم كان شيعي وخالد سني، بس كانوا يذهبون لنفس المحل يغسلون أيديهم ويتوضؤون للصلاة. وكلما رأى سهم الناصر رأى الأخ خالد بوحمرة، يقول له: يا أبو أحمد، خليك دائما على وضوء، لا تدري متى تأتي قدرة الله وتموت. وخالد يشكره على هذه النصيحة الدينية، وكل يذهب لصلاته. وإذا ذاك اليوم أمن الدولة يلقون القبض على سهم الناصر ومجموعة أخرى كانوا يخططون لتفجير مصفاة ميناء الشعيبة. اكتشفوا عندهم مخططات وصور غريبة. هذا العراقي اللي كان خيره من هالمصفاة، هذا العراقي اللي كان يحب خالد ويعطيه النصيحة الدينية، الجانب الآخر لشخصيته يخطط لتفجير المكان الذي قد يكون به مقتل خالد. عجيبة. خالد بعد ما قبض على سهم ناصر كان يتكلم معي أبو أحمد، قال: يا أبو سالم والنعمة، لم أكن أتصور أن يكون هذا الشخص
الذي ربيناه ورعرعناه ونميناه أن يخطط ليبزقوا بالصحن الذي أكل منه. طبعا عظة اليوم لا تأمن. الحيطة واجب، الحيطة الموضوعية كما قلنا من قبل، الموضوعية، الحيطة الموضوعية واجب. ولكم جزيل الشكر.